يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هنعمل بقى النهارده، انا مش عارفه اصلا اليوم هيمشي ازاي، بس تعالوا اشتركوا معايا بقى ايه في اليوم ونشوف هو هيمشي ازاي. اول حاجه كده انا كان عندي شويه مخبوزات وبحب احط في العلبه دي انا مخصصاها للمخبوزات. بصراحه لو في بقسماط في فينو في ايا ما بحبش اسيب المخبوزات في الكيس بتاعها. وكمان الغطا بتاع العلبه ده فيه ثقب صغير كده علشان العيش او الحاجات يعني ما تعرقش ويبقى فيها تهويه. المهم حطيت بقى في العلبة دي، كان عندي فايش وعندي توست، حبيت ان انا احطهم بقى في العلبة دي وتبقى على الرخامة، واللي عايز ياكل منها بياخد منها براحته. انا عايزة بقى اقول لكم ان انتوا بقى مستعدين لبداية سنة جديدة باذن الله، واللي عنده اي حاجة مش راضي عنها السنة دي لازم يبتدي كده مع نفسه ويغيرها، ويبتدي كده يعمل جرد كده لحياته وفي شخصيته. الموجود في حياته هو مش عاجبه، ولازم اللي احنا كلنا نتغير باذن الله على السنة الجديدة. واتمنى للي ما بيصليش يصلي ونشجع بعضنا ونقرب اكتر من ربنا، لان بجد الحياة دلوقتي مش مضمونة. وبقى الواحد كمان لما بتصحي من النوم او لما بتخرجي كده الواحد بيبقى مش عارف هو هيرجع بيته ولا لأ. وكمان اول ما بتصحي كده لازم تحمدي ربنا ان انتي الحمد لله قمتي وبقيتي وبخير وكويسة واللي حواليكي كويسين. ويا ريت اللي مخاصم حد او زعلان من حد حاول اللي انت تصفاله وتسامحه على الاقل، حتى لو انت مش عايز تكلمه او ترجع معاه زي الاول، بس حاول اللي انت تصفاله وتسامحه، وكله عند ربنا. انت هتاخد ثواب كبير قوي عند ربنا. نبتدي بقى سنة جديدة كده مع نفسنا، ويا رب كل واحد نفسه في حاجة يحققها، واللي ربنا ما رزقهاش بالذرية الصالحة يرزقها يا رب بالذرية الصالحة أنا وانتم. ويا رب اللي ما اتخطبش يتخطب، واللي مخطوب يتجوز، واللي ما اتخرجش يتخرج، وكل واحد ليه أمنية يا رب يحققها يا رب السنة دي، ويخلي لكم أهاليكم وأولادكم. بصوا بقى انا عملت لنفسي فطار، وبجد انا حبيت كده ان انا اغير النهارده، وحطيت انا يعني الساندوتش دوت انا فطرت بيه بالعافية حتى ما كملتهوش. مش عارفة بقالي فترة كده ماليش نفس قوي للفطار، نفسي ما بتروحلهاش، بس ببقى عايزة اشرب كوباية شاي بلبن وبس. لان انا الايام اللي فاتت دي كان عندي برد وما كنتش بشرب خالص شاي بلبن ولا اي حاجة فيها لبن، فكنت بشرب بقى سوائل سخنة، بشرب تليو، بشرب شمر، بشرب شمر بحبة البركة ينسون. فكنت مقضيها مشروبات كده لحد ما خلاص بقى حاسة ان انا معدتي غضبت عليا، يعني انا عايزة امس عليها كده باحلى كوباية شاي بلبن، وعملتها وبجد كانت احلى كوباية شاي بلبن شربتها في حياتي. كده تحس ان كوباية كده على شوق. عارفين كنت تحت بقى من كام يوم كده ولقيت واحد بيبيع ذرة، ولقيت عنده ذرة اللي هو الاصفر دوت، وانا بعشقه بجد، بيبقى طعمه خطير، وخصوصا لما تسلقيه وتحطي عليه كده التوابل او زبدة، بجد بيبقى طعمه حلو قوي. وانا على طول بجيبه من عند الخضري، بس لما لقيته بصراحة عند بتاع الذرة فقلت ان انا هجيبه وهجرب ولو عجبني هجيب كذا واحد بقى وهشيله عندي في الفريزر، وبجد بيبقى طعمه حلو قوي. وانا اصلا من طبعي بحب الذرة عامة، حتى بحب الذرة مثلا المسلوقة المشوية المعمولة بالزبدة بحبها. يعني انا ممكن اتغدى مثلا لو انا جعانة اكل كوز ذرة لوحدي، اكله كده خلاص انا كده شبعت وانا كده تمام. وما بحبش مثلا ابقى جايبة او حد يبقى جايب مثلا يعني كوز ذرة او حاجة يديني مثلا حتة منه، لا انا عايزة كله، يا كله يا بلاش يعني هي والله مش تفاصيل مني، بس انا بعشق حاجة اسمها ذرة. انا طالعه لمامتي ومامتي برضو بتحب الذرة جدا، فانا وهي بقى لما بنبقى مع بعض بصوا بندوس. فانا عايزه مره اجيب الذرة الصفرا دي وانا رايحه لها وادوقها لها، يعني هي اكيد عارفاها بس انا عايزه كده ايه، حاسه ان انا كأن داخله عليها كده بحاجه قيمه، هي هتفرح والله بيها جدا. انا هنا بقى كنت بحارب مع الذرة، مش عارفه كان في انا مكنتش قادره، حاسه ان هو
مش عارفة يعني حاسة ان هو كان شديد قوي عليا، فما كنتش قادرة ان انا افتحه. الورق كان كتير، مش عارفة كان في حاجة غريبة ولا انا اللي ضعفت ولا ايه. فالواحد محتاج يتغذى يا جماعة ويقوي نفسه كده. فالمهم انا فضلت وراهم لحد طبعا ما فضيته خالص، هو كده فيه شعيرات. شلتها طبعا كلها. والحمد لله خلصت المهمة بنجاح. جماعة انا عايزة اقول لكم على حاجة بجد. مش عارفة بقى الاحساس ده، هل انا حاساه لوحدي ولا في برضو حد منكم بيحس الاحساس دوت، وهل الاحساس ده طبيعي ولا متخلف مني ولا ايه بالظبط؟ فانا عايزاكم تقولولي. بصي يا ست البنات، انا حاسه بجد الاحساس اللي هو يعني بقالي فتره كده بيراودني الاحساس دوت. ان انا وحشاني، يعني ان انا عايزه اهادي نفسي، اخرجني، افسحني، كده انتوا فاهمين، اجيب هديه لنفسي. مادام مش لاقيه الاهتمام من حد يعني، فقلت ان انا اهتم بنفسي. وانتوا على فكره بجد لو حسيتوا، لو فضلتوا قاعدين كده في مكانكم مستنين مثلا فلان يهتم بيا او فلان يكلمني او فلان يعبرني، انتوا هتتعبوا على فكرة، ومش هتلاقوا مثلا النتيجة او مش هتلاقي تفكيره نفس تفكيرك. بصوا على فكرة انا بتكلم معاكم دلوقتي وبضحك لان حاسة ان في حد فيكم هيقول لي انا هبلة وعبيطة، بس عادي يعني قولوا زي ما انتم عايزين. وكمان انت بتبقى عايزة حاجة معينة واهتمام معين، فهو ممكن بيهتم بيكي بطريقة معينة يعني من وجهة نظره هو، فانت برضو مش هتبقي مبسوطة. فانتي حاولي تبسطي نفسك، خرجي نفسك، فسحي نفسك، انزلي اشتري لنفسك شوكولاتايه، اي حاجه بقى صغيره. انا عايزه اشتري بجد لنفسي اكسسوارات، وانا ههادي نفسي، انا بجد ههادي نفسي. والفتره الجايه دي انا هاخدكم معايا وانا بشتري لي هديه كده قيمه وحلوه كده على قد جيبي وايه وهديهالي. بس بقى انا بقول لكم على فكره الموضوع دوت يعني مش عارفة هو الموضوع دوت بجد ولا انا حاسة بكده، يعني عايزة كده اقعد كده مع نفسي وبعمل لي بقى كوباية حاجة كده حلوة كده اشربها. انزل اشتري لي كده حاجة هدية كده ليا. انتوا فاهمين بقى، عيش كده مع نفسي كده يعني برنسسة نفسي. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انتوا لو فاهمين اكتبولي، قولوا لي احنا فاهمين وحاسين بيكي. فما تحسسونيش بقى ان انا ايه بكلم نفسي وان انا كذا كذا كذا. تمام. وكمان انا عايزة بقى الفترة اللي جاية دي اقعد كده و اكتب الاهداف، او ان انا نفسي احقق ايه السنة الجاية، او نفسي اعمل ايه في السنة الجاية. لازم يبقى ليكي اهداف معينة تكتبيها وتحطيها قدامك في ايا كان المكان اللي انت بتمشي فيه او بتقعدي فيه علشان تحققيها. وعلى فكرة انت لو عندك اهداف من السنة اللي فاتت دي السنة دي يعني اللي احنا فيها دي وخلاص خلصت ومحققتهاش، كفاية اللي انت عندك اهداف وعارفة اهدافك ايه. على فكرة في غيرك كتير مش عارف اهدافه ايه ومش عارف هو عايز ايه، تحس اللي هو عايش كده لا مبالاة يعني. طب انت عايز ايه اهدافك؟ انت نفسك في ايه تحقق السنة الجاية؟ يقولك مش عارف، معرفش، انا سايب نفسي كده مع نفسي. فدي برضو حاجة مش حلوة، حاجة مش كويسة. فأتمنى اللي احنا السنة دي بإذن الله نحط أهدافنا كده وخطط كده لحياتنا ومستقبلنا، على الأقل حتى نحاول نحققها السنة دي. كفاية انك حاولتي. والعادات الغلط اللي انت بتعمليها او اللي انت مش راضية عليها السنة اللي فاتت، السنين اللي فاتت عموما، وحاولي وعايزة تغيريها، حاولي تغيريها. انت مش ممكن تتغيري 100 درجة في وقت قصير او مرة واحدة. فانت حاولي انك تتغيري واحدة واحدة. وانا برضو بقول لنفسي نفس الكلام دوت، يعني انا باذن الله هحاول ان انا اغير من نفسي، هحاول ان انا اطور من نفسي، عايزة اقرأ زيادة، عايزة لان كمان الواحدة مننا لو يعني لو هي قاعدة في البيت يعني ما بتشتغلش وكده، فتحسوا ان حياتها والروتين بتاعها هو. فاحنا لازم بجد نشجع بعض، ولازم اللي احنا نبقى لينا كده كيان وحياة. مش معنى كلامي اللي انا بقولك مثلا انزلي اشتغلي، انت ممكن تثقفي نفسك، تطوري من نفسك. لو في عادات معينة انت بتعمليها غلط حاولي انك تصلحيها او حاولي انك تمحيها خالص. مثلا زي بتصحي متأخر، مثلا زي بتصحي مثلا متأخر فهتضطري انك تفطري متأخر، لا حاولي انك تصحي بدري
حاولي انك تصحي بدري وهتفطري بدري وهتبدأي كده يومك بدري بنشاط. حاولي انك تعملي تمارين وتصلي فروضك كلها. واحدة واحدة هتحسي ان العادات اللي انت بتعمليها هتبقى خلاص دي جزء من روتينك. وكمان لو في امكانية ان انت تنزلي وتروحي تشتغلي انزلي اشتغلي، الشغل مش عيب ولا حرام، بس اهم حاجة انك تكوني موفقة ما بين شغلك وما بين بيتك واطفالك وتربية عيالك وبيتك وجوزك وكده. ما تهمليش في حاجة من الاتنين، وكمان اهم حاجة انك تهتمي بنفسك وبرضه ما تهمليش نفسك. الشغل مش كل حاجة، الواحد لازم يوزع مهامه على كذا حاجة، مش لازم تهتمي مثلا بنفسك بس وتسيبي بقى البيت يضرب يقلب، تسيبي جوزك من غير أكل من غير غدا، تسيبي أولادك كده مهملين في نفسهم. لأ، حاولي ان انتي لما تيجي تهتمي بحاجة اهتمي بكل مرة واحدة، علشان انتي هتيجي بعد كده يعني هتحسي ان ايه ده، الدنيا من حواليا عاملة كده ليه، هو انا سبت الدنيا لحد ما وصلت لكده ليه؟ فمش هتعرفي تلمي نفسك يعني. انتي فاهماني؟ بس فأتمنى ان انا اكون ما صدعتكوش يعني واكون رغاية عليكم، وأتمنى ان انتوا تكتبولي كلمة حلوة وتنصحوني برضو، لان انا محتاجة بجد كلامكم الحلو اللي بيشجعني عن الحياة عامة. وربنا يسعدكم يا رب ويوفقكم وما اشوفش فيكم اي حاجة وحشة يا رب. بس كده وباي باي.